هاي يا حلوين، عاملين ايه؟ قوليلي، هل عمرك وقفتي وسألتي نفسك ليه في ايام بتحسي انك عايزة تلبسي الوان فاتحة وناعمة، وفي ايام تانية بتروحي على طول للالوان الغامقة زي الاسود او الازرق الغامق؟ صدقيني الموضوع مش صدفة، اختيارك للالوان مش مجرد ذوق ولا مجرد انا بحب اللون ده، هو انعكاس مباشر لحالتك النفسية، طاقتك وحتى صورتك عن نفسك من غير ما تنتبهي. وزي ما قال منسق الازياء جورج ريشن، الالوان لغة صامتة بتتكلم عننا بدون ما نقول ولا كلمة. وهو كلام حقيقي جدا، احنا بشكل لا ارادي بننجذب لالوان معينه حسب مزاجنا. يعني مثلا لو عايزين راحه وطمانينه فبنروح للون الوردي، وبنختار اللون الاحمر لو حابين ندي طاقه وقوه، وكمان بنروح للازرق لو بندور على الهدوء والاستقرار، ولو محتاجين تفاؤل وشويه نشاط داخلي فبنروح للون الاصفر والالوان الفاتحه زي كمان الازرق السماوي او الاخضر النعناعي المنت او الزهري الفاتح. وده ببساطة لأنها ألوان مفتوحة منطلقة وبتسمح للمخ بالتنفس. كمان في ألوان لو استخدمناها كتير قوي بتعبر عن الانغلاق أو الإرهاق النفسي زي الرمادي الباهت، الأزرق الغامق قوي أو الأسود لما بيكون كتير قوي في اللوك. لكن مهم جدا نفتكر إن مفيش لون سلبي أو سيء، الموضوع كله إن كل لون بيعكس حالة داخلية معينة. وعشان اعرف الالوان اللي تناسبني الموضوع بيبدأ من الكالر سيزون، وده اللي شرحناه في فيديوز كتير فاتت، ولو لسه ما شفتيهاش ارجعي شوفيها عشان تبقي اخدتي دورة الالوان بشكل كامل. وباختصار الكالر سيزون هو اللي بيعتمد على لون بشرتك وشعرك وعينيكي، وبناء عليه بنعرف الالوان اللي بتنور ملامحك واللي ممكن تخليكي باهتة. بعدها نيجي للحاجة الأهم، اللون اللي يناسب مزاجك وشخصيتك. جربي الألوان قدام المراية وشوفي ايه يديك الثقة وايه يريحك نفسيا. هنا بقى نبدأ نفهم سيكولوجية كل لون وازاي نستخدمه صح في الستايل أو تصميم الأزياء. فمثلا عندنا اللون الأحمر، هو لون بيدي طاقة وجاذبية وقوة وجرأة. ولو جينا نشوف تأثير درجاته هنلاقي كل درجة فيه بتعبر عن حاجة معينة. فمثلا الأحمر الفاتح بنلاقيه لون مرح ولطيف ودافي، بيكون مثالي جدا لأي لوك بالنهار أو لو عايزة حضور يكون ملفت، وبيدي إحساس بالحيوية والنشاط، وبيكون ممتاز لو عملنا له ستايلينج اللي حفل كوكتيل نهاري، أو لو حابة يكون فيه لمسة جريئة في اللوك اليومي في أي خروجة. وكمان الأحمر الكلاسيك اللي هو الترو ريد بيدي حضور قوي وثقة، وبيكون مثالي للظهور الرسمي أو السهرات، وبيدي ستيتمنت واضح بدون أي مبالغة، والستايلينج مناسب ليه لو عايزة تظهري بقوة وثقة بشكل مباشر. كمان درجة الأحمر الغامق أو النبيتي اللي هو البرجندي أو المارون فبيدي إيحاء وإحساس بالنضج والعمق والفخامة، وبيظهر الشخصية قوية وهادية. والستايل فهو ممتاز للمناسبات الرسمية وبيكون ليه لمسة راقية في أي لوك. كمان عندنا الأحمر اللي هو بيكون مايل للأورنج زي اللون التوميتو أو الورم ريد، فده لون دافي وحيوي وشبابي، بيعكس شخصية منطلقة واجتماعية، بيكون مثالي للخروجات بالنهار أو مناسبات في الصيف لأنه بيدي طاقة إيجابية كبيرة. بعد كده هنروح للون الأورنج، وهو لون المرح والحركة والحيوية والدفء والشغف. فمثلا عندنا الأورنج الفاتح أو الزاهي بيدينا شعور بالبهجة والطاقة الشبابية، وبيكون مثالي لخروجات النهار أو المناسبات الخفيفة، وبيدي إحساس بالمرح والحركة، وبيكون كويس قوي ومناسب للموضات الصيفية أو لو تحبي اللوك بتاعك يكون فيه لمسة شبابية وحيوية. والأورنج الغامق أو المحمر زي البيرنت أورنج أو التانجرين فبيدي إحساس بالنضج والدفء والفخامة، وبيكون مناسب للكوكتيلات والمناسبات المسائية، وبيدي ستيتمنت دافي بدون مبالغة. كمان عندنا الأورنج المايل للبني اللي هو الكوبر أو الراست، فبيعبر عن الجدية والاستقرار وبيدي إحساس بالطبيعة الراقية، وبيكون مناسب للزي الرسمي أو ملابس العمل أو لوك مسائي، والستايل بتاعه بيدي إحساس بالقوة والأناقة بطريقة دافية. نيجي بقى للون الأزرق وهو المفضل بالنسبة لي، وهو لون الهدوء والصفاء والعقلانية والثقة. فمثلا عندنا الأزرق الفاتح أو السماوي، هو بيدي شعور بالسلام الداخلي والراحة والاسترخاء، ويكون مثالي للوك بالنهار والعمل والخروجات الخفيفة، ولما بنعمله ستايلينج بنلاقيه يدينا إحساس بالنقاء والانتعاش. وكمان عندنا الأزرق المتوسط أو الكلاسيك اللي هو الترو بلو أو الرويال بلو،
فبتحسيه بيعبر عن الذكاء والكفاءة والوضوح، وبيكون مناسب للسهرات الرسمية والاجتماعات، وبيدي إحساس بالثقة بشكل هادي. وكمان عندنا الأزرق الغامق أو النيلي اللي هو النيفي، بيدي إحساس بالجدية والاستقرار والعمق، وبيكون مثالي للمناسبات الرسمية والكوكتيلات. ولما بنعمله ستايلينج بيدينا إحساس بالقوة والسيطرة بهدوء. ونروح للون الأخضر وهو لون الطبيعة والتجدد، وبيدي إحساس بالتوازن والانسجام والطمأنينة. فالأخضر الفاتح أو اللي هو المنت بيدينا شعور بالانتعاش وحيوية وصفاء، بيكون مناسب لأي لوك نهاري أو خروجات صيفية، فهو بيدي طاقة إيجابية وانفتاح للحياة. وكمان ده الأخضر المتوسط أو الكلاسيك بيدي توازن ووعي بيئي وطبيعة، ويكون مناسب لأي زي يومي، وبيدي إحساس بالانسجام والراحة. والأخضر الغامق أو الزيتوني فبيدي إحساس بالثبات والجدية والفخامة، وبيكون مثالي للزي الرسمي والعمل. ولما بنعمله ستايلينج بيدينا إحساس بالقوة بدون مبالغة بصرية. كمان عندنا اللون البنفسجي وهو لون الفخامة والأصالة والرفاهية والروحانية والصمام. فالبنفسجي الفاتح اللي هو اللافندر بيعبر عن النعومة والهدوء والرومانسية، ويكون مناسب للكوكتيلات النهارية أو الخروجات الرومانسية. ولما بنعمله ستايلينج بيدي إحساس بالرقة والأناقة. والبنفسجي المتوسط بيعبر عن الفخامة والأصالة والثقة، وبيكون مناسب للسهرات الرسمية والاحتفالات. ولما بنعمله ستايلينج بيدينا إحساس فاخر بدون مبالغة. والبنفسجي الغامق أو الملكي بيعبر عن العمق والقوة الهادية والغموض، وبيكون مثالي للمناسبات الليلية. ولما بنعمله ستايلينج بيدي حضور قوي راقي. ونيجي بقى للون الأصفر وهو لون التفاؤل والإبداع والسعادة والطاقة. فعندنا الأصفر الفاتح اللي هو الليمون يلو بيعبر عن المرح والطاقة الإيجابية والفرحة، بيكون مثالي للنهار والمناسبات الصيفية. لما بنعمله ستايلينج بيدينا إحساس بالانتعاش والإشراقة للوك. واللون الأصفر المتوسط اللي هو الجولدن يلو فبيعبر عن الثقة والدفء والتميز، وبيكون مناسب للكوكتيلات والمناسبات الخاصة. ولما بنعمله ستايلينج بيعكس شخصية مشرقة وواثقة. وكمان الأصفر الغامق اللي هو الماسترد فبيعبر عن الجدية والأناقة والدفء، وبيكون مناسب للملابس الرسمية أو العمل، وبيدي إحساس بالقوة الهادية والجاذبية. واللون الوردي وهو لون الرقة والحنان والأنوثة والدفء والحب. فالوردي الفاتح بيعبر عن الرقة والحنان والهدوء، وبيكون مناسب للخروجات بالنهار أو المناسبات الرومانسية. ولما بنعمله ستايلينج بيدينا إحساس بالأنوثة الناعمة. والوردي المتوسط بيعبر عن الحب والدفء وبيدي طاقة إيجابية، وبيكون مناسب للكوكتيلات النهارية أو السهرات الخفيفة. ولما بنعمله ستايلينج بيعكس شخصية مرحة وحيوية. والوردي الغامق اللي هو الفوشيا أو الهوت بينك فبيعبر عن الجاذبية والجرأة والحيوية، وبيكون مناسب للظهور الملفت أو الحفلات الليلية. ولما بنعمله ستايلينج بيدي ستيتمنت أنثوي قوي بدون مبالغة. واللون الأسود وهو لون الغموض والاحترافية والأناقة والقوة. وعندنا درجتين من الأسود، الترو بلاك والسوفت بلاك. الترو بلاك أو الأسود اللي هو الكلاسيكي بيعبر عن الأناقة المطلقة والغموض والجدية، وبيكون مناسب لكل المناسبات الرسمية والسهرات. ولما بنعمله ستايلينج بيدي حضور قوي بيناسب جميع درجات البشرة. والسوفت بلاك أو الأسود المخملي فبيعبر عن الغموض الراقي والفخامة الهادية، وبيكون مناسب للكوكتيلات والحفلات الرسمية. ولما بنعمله ستايلينج بيدي إحساس بالأناقة الهادية. ونيجي بقى للون الأبيض وهو لون النقاء والوضوح والبساطة والصحة. لو شفنا الترو وايت فهنلاقيه بيعبر عن الصفاء والوضوح والأناقة، ويكون مناسب لأي لوك نهاري والمناسبات بالصيف وحفلات الزفاف. ولما بنعمله ستايلينج بيدي إشراقة صحية للوجه، وبيخليه يبان منور، وبيبرز كمان ملامح الجسم. وكمان عندنا درجة تانية وهي الأبيض العاجي الإيفوري، وهو بيدي إحساس بالدفء والرقة والبساطة، وبيكون مناسب للمناسبات الرسمية أو النهارية، وبيدي لمسة فخامة بكل هدوء. ونيجي بقى لآخر لون معانا النهاردة وهو اللون البني، وهو لون الأرض والرصانة والجدية والثبات والطبيعة والدعم. فعندنا مثلا البني الفاتح اللي هو الكامل أو التان فبيعبر عن الدفء والطبيعة والراحة، وبيكون مناسب للوك النهاري والعمل.
ولما بنعمله ستايلينج بيدي طابع كلاسيكي راقي. وعندنا كمان البني الغامق اللي هو الشوكولات او الدارك براون، بيعبر عن الثبات والجدية والقوة، وبيكون مناسب للزي الرسمي والمناسبات المسائية. ولما بنعمله ستايلينج بيدينا احساس بالقوة. اختيارك للون مش رفاهية، هو رسالة عنك وعن اليوم اللي انتي ماشية فيه، وعن الطاقة اللي انتي شايلاها جواكي. ولما تفهمي نفسك صح هتعرفي تختاري الألوان اللي بتعكس جمالك الداخلي قبل الخارجي. كل لون له طاقته وله تأثيره الخاص، وكل درجة فيه بتغير الرسالة اللي بيوصلها للي حواليكي. لما تعرفي تختاري اللون المناسب حسب المناسبة والوقت وطبيعة بشرتك، هتقدري تستخدمي الألوان كأداة قوية تبرزي بيها حضورك بثقة وبشكل مختلف، وتظهري شخصيتك بطريقة أنيقة وواضحة من غير ما تتكلمي. استنوا الفيديو الجاي وهنتكلم فيه عن اختيار الملابس لكل مناسبة، صباحية مسائية حفلات كوكتيل، وكل مكان هنروح له، علشان تعرفوا ازاي تطبقوا سيكولوجية الألوان عمليا في الستايل اليومي أو الرسمي. ولو عجبكم الفيديو متنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وشير علشان بنات أكتر تستفيد. وباي مبدعين، وأشوفكم على خير ونكمل حكايتنا في الفيديو الجاي.